السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخوان عندنا طريقة تحويل ماركت الاندرويد الطبيعي اي الاعتيادي الى ماركت امريكي. بداية لازم يكون عندك برنامج السايفون نصب جهازك اللي هو هذا برنامج السايفون. اول خطوة لازم تسويها هي تفوت على السيتنج اللي هو ضبط مال الجهاز، بعدين تدخل على الابليكيشن مانجر مدير التطبيقات، بعدين تدخل على الجوجل بلاي اللي هو هذا جوجل بلاي ستور، يعني متجر جوجل او سوق بلاي. هذه عبارة الكاش او الملفات المؤقتة اللي هو هذا القبل الاخير. هذا راح تلقاه يعني عنده فد قيمة، مثلا 500 كيلو بايت او 400 كيلو بايت. انت لازم تسوي له كلير كاش، مسح الذاكرة المؤقتة. من تدوس عليه راح يصير صفر مثل ما هسه موجود، اني مسوي اصلا صفر. زين، تطلع من الضبط، ترجع تدخل على السايفون اللي هو هذا وتقول له ستارت. هذه اول خيار ستارت، بعدين تختار هذا الخيار اللي هو I trust this application، تنطي اوكي. تنتظر هذه البي تصير زرقة، ويطلع لك مفتاح لي فوق بالزاوية، هذا على بالزاوية اللي فوق على الجهة اليسرى. تباون هذا المفتاح الصغير، هذا يعني السايفون اشتغل، وتقدر يعني تدخل على السوق بلاي وتشوفه اذا تحول او لا. فندخل على سوق بلاي، تطلع لك هذه النافذة، تختار اكسبت او قبول. طبعا هنا راح تشوف انه سوق بلاي مالتك تحول الى سوق امريكي بالضبط. هذا السوق امريكي. شلون عرفت اني سوق امريكي؟ لانه شوف شغلات قام تطلع بفلوس، بذاك السوق ما كانت بفلوس. هسه هذا مثلا دولار 29 سنت. مثلا عندك هذا الالبوم، زين، مثلا هذا عندك توب بوكس ديتيلز بدولار 99 سنت. اوكي، فهيجي انت حصلت على الماركت الامريكي. طبعا الماركت الامريكي به هواي شغلات وبرامج مجانية ما متوفرة بالماركت العادي. فانت هسه حصلت على ماركت امريكي. تريد ترجع للماركت مالتك الطبيعي، ترجع تدخل على برنامج السايفون، وهذه الستوب تدوس على الستوب. فهنا البرنامج عندك توقف. من راح ترجع تدخل مرة ثانية راح تطلع لك نافذة تعطي قبول. هذه النافذة تعطي قبول او اكسبت، فيرجع مالتك الماركت طبيعي اللي هو هذا الماركت العادي بدون فلوس وبدون اي مميزات اخرى. اتمنى انه اليوم الدرس استفاديتوا منه، واي شيء تحبون تسألون عليه او اي شيء اي شرح عن اي برنامج اتمنى انه تكتبوه بكومنت، وان شاء الله اني اقرا الكومنت وانزلكم الفيديوهات التعليميه عليه ان شاء الله. ورابط التحميل راح احط لكم اياه مرفق جوا الفيديو. شكرا جزيلا للمتابعه.